السلام عليكم، أنا أشرف. سنة 1903 وتحديدا 27 نوفمبر بعت الهلال هاوس شيلد رسالة موقعة من 170 عامل مبدأها إن هم عايزين يعملوا نادي رياضي، وبعتوا الرسالة دي لفريدريش باير صاحب شركة باير للأدوية على إنشاء نادي رياضي. وتم تأسيس النادي سنة 1904 وتحديدا يوم 1 يوليو، وسموه باير للجمباز. وتم إنشاء أول فريق كورة سنة 1907 وتحديدا 31 مايو. واول ما فريق الكوره اتنشأ حصلت انقسامات كبيره جدا ما بين فريق الجمباز وفريق الكوره على مين يسيطر اكتر. وسنه 1928 تحديدا يوم 8 يونيو انشأ فريق الكوره اتحاد سموه اتحاد باير، ويضموا فيه كل من لعبه كره اليد ولعبه الملاكمه عشان يبقوا اتحاد بعيد عن الجمباز. وبدأ فريق الكوره وفريق اليد والملاكمه يلبسوا الاحمر والاسود، وفريق الجمباز كان بيلبس الاصفر والازرق. وفي عام 1936 صعد الفريق لدوري الدرجة الثانية لأول مرة في حياته، ودي كانت السنة الأولى اللي يحط فيها شعار النادي على التيشيرت. في 1968 صعد باير لأول مرة للدرجة الأولى، وقعد 5 سنين بس، وبعدها هبط تاني لدوري الدرجة الثانية سنة 1973، ورجع صعد تاني سنة 1979. وبرغم إن النادي صعد لدوري الدرجة الأولى، إلا إن الانقسام اللي كان موجود في النادي بين لعبة الجمباز وبين كرة القدم فضل مؤرق إدارة النادي طول الوقت، طول 50 سنة، والموضوع طول الوقت شاغلهم. لحد ما في سنة 1984 اتحد النادي تاني، ألعابه كلها اتحدت وبقت تحت مسمى تي اس في بايرن 04 ليفركوزن، وتم توحيد الألوان لكل الفرق، بقت كلها الأحمر والأبيض. وفي موسم 1987-88 فاز النادي بأول لقب ليه على حساب اسبانيول بعد مباراة دراماتيكية خسر فيها باير ليفركوزن ماتش الذهاب 3-0 على أرض اسبانيول، وكسب ماتش العودة 3-0 ولعبوا ركلات ترجيح كسب فيها باير ليفركوزن 3-2، وبكده أول لقب اللي يخش خزائن النادي. وفي نفس العام تم تعيين رينار كالمان مدير عام للنادي، ونقدر نقول إن ده أحسن قرار خده بايرن من ساعة تأسيسه لحد وقت تعيين رينار. ليه بقى؟ لأنه هو قعد 15 سنة مع باير ليفركوزن، طول الوقت النادي في تطور. سبب وجوده قدر يجيب شوستر وفولر، وده كان سبب كبير جدا لزيادة شعبية نادي باير في وسط المجتمع الألماني. وفي سنة 1993 قدر النادي إنه يحقق تاني بطولة ليه اللي هي كأس ألمانيا، وكانت على حساب هيرتا برلين. ومن بعد ما خدوا البطولة سنة 93 فضلوا في تخبط لحد ما في 1996 كان النادي هيهبط لدوري الدرجة الثانية، وده اللي خلاهم يستعينوا بكريستوفر دوم، وده اللي قدر يلعب معاهم كورة جميلة جدا لمدة 6 سنين، وقدر يجيب مايكل بالك وقدر يجيب سيروبرتو ولوسيو. وفضل النادي مع دوم من 1997 ل 2002، فضل طول الوقت ما بين المراكز الأربعة الأولى، بس ما بيقدرش في الآخر ياخد البطولة. في سنة 2000 كان بينافس النادي على الدوري، وكان ناقص له ماتش تعادل بس، كان ناقص له آخر ماتش في الدوري، وكان محتاج منه تعادل بس، حتى ما يكسبش تعادل بس. لكنه للأسف مايكل بالك غلط وجاب جون في نفسه، وده خلى النتيجة تطلع 2-0، ويخسر بايرن ليفركوزن الماتش، وياخد بايرن ميونخ البطولة منه. وفي عام 2002 كان العام الأكثر شؤما على باير ليفركوزن، كان معاه 3 بطولات يقدر ينافس عليهم ويقدر ياخدهم. كان أولهم الدوري الألماني، وكان بينافس بروسيا دورتموند، والفرق ما بينهم كان 5 بونت، وكان ناقص 3 ماتشات على نهاية الدوري. لكن للأسف بيضيع منهم الحلم، وبروسيا دورتموند في الآخر ياخد الدوري. والبطولة اللي بعد كده كانت كأس ألمانيا، وكانت قدام شالكة. يخلص الماتش في الآخر 4-2 لشالكة. قد إيه فريق نحس، يعني حاجة ما يعلم بها إلا ربنا. الثالثة الأهم والأعرف في أوروبا، وكانت بطولة دوري أبطال أوروبا، وللأسف برضو خسر من ريال مدريد 2-1 بجول زيدان الشهير. وبعد خسارته من ريال مدريد أطلقت عليه الصحف الناطقة بالإنجليزية في ألمانيا اسم نيفركوزن، أو الفريق اللي ما بيكسبش، أو فريق المركز الثاني، عشان يجي في 2003 حال الفريق اتدهور جدا وكان مهدد بالهبوط، ويفضل في تخبط ل 2009 لما يقابلوا فيردر بريمن في نهائي كاس المانيا، ويخسروا بهدف مسعود اوزيل اللي كان في ساعتها لسه نجم صاعد. احنا عارفين طبعا بعد كده مسعود اوزيل عمل مع ريال مدريد، بس قدر الفريق يلملم مشتاته تاني ويرجع ينافس على الدوري الالماني تاني مع بايرن ميونخ سنه 2011 مع المدرب يوب هاينكس. كلنا طبعا عارفين يوب هاينكس، وعارفين هو عمل ايه مع بايرن ميونخ صاحب الثلاثيه الشهيره في 2013. بس موضوعنا ان هو خلينا مع باير دلوقتي، باير ليفركوزن، ونقول ان هو في الموسم ده قدر يحقق افضل انطلاقه في تاريخ النادي في الدوري الالماني ب 24 ماتش بدون هزيمه، ودي كانت حاجه اسطوريه بالنسبه لهم. بس في الاخر برضو بايرن ميونخ خد الدوري، وهم للاسف طلعوا مركز تاني كالعاده زي ما قلنا ليفركوزن.
وبعدين قدروا بعد كده ان هم ينافسوا تاني على كاس المانيا ويوصلوا نهائي كاس المانيا قصاد بايرن ميونخ سنه 2020 في عام كورونا. وما راحش انصارهم طبعا الماتش بسبب كورونا، وخسر برضه الماتش 4-2 من بايرن ميونخ عشان تفضل لعنه المركز الثاني ملحقهم في خير. وده اللي كان فعلا. اتعين في اكتوبر 2022 وقدر ياخد النادي من الضياع اللي كان فيه بالاداء وبالنتائج لمستوى تاني خالص، لحد ما وصلنا ل 2023 2024 قدر ان هو ياخد الدوري الالماني ويبقى الفريق الوحيد في اوروبا اللي ما خسرش ولا ماتش، وياخد الدوري الالماني بفرق 16 بونت كاملين عن بايرن ميونخ. انا عايزك تتخيل معايا كده كم الاعجاز اللي عمله تشابي الونزو مع بايرن ليفركوزن. خدوا بعيد عن البايرن، انهى سيطره البايرن 11 موسم على التوالي للدوري الالماني. خد الدوري الالماني بفرق 16 بونت كاملين عن بايرن ميونخ، ولسه باقي 5 جولات كاملين على نهايه الدوري. لا ولسه كمان عنده بطولتين هيلعب فيهم، بطوله كاس المانيا وصل فيها نهائي هيلعب عليها، وعنده الدوري الاوروبي وصل نص نهائي. انا عايزك بس تتخيل معايا اللي عمله تشابي الونزو مع الفريق ده، قادر ان هو ياخد الثلاث بطولات لو خدهم مع نادي كل تاريخه اصلا بطولتين، واخر بطوله كان واخدها قبل الدوري الالماني اللي اتحقق السنه دي كانت سنه 1993. اعجاز ما بعده اعجاز. فريق متهاوي، فريق ضايع، جه تشابي الونزو وخلاه بطل وخلاه على المنصات تاني. اي نعم كان بيناوش من بعيد لبعيد وكل فتره بيوصل نهائي وينافس عليه، بس في الاخر ما كانش بياخد بطوله. جه تشابي الونزو عمل منه فريق اسطوري كل اوروبا وكل العالم بيتفرج عليه وهو مستمتع. ودي كانت قصه البطل اللي كان عايش طول عمره في المركز الثاني لحد ما جاله تشابي الونسو وخلاه في المركز الاول. دي كانت قصه بايرن ليفركوزن. شفت الفيديو للاخر، اتمنى منك انك تتابعني، تتابع صفحه معلومه، واتمنى منك انك تعمل لي لايك وتشارك الفيديو عشان نكبر بيه. كان معاكم اشرف، السلام عليكم.